لو عايز تبدأ إعلانات مدفوعة فالفيديو ده أكيد ليك، لأن أسرع طريقة تجيب بيها عملاء جداد مهما كان المجال بتاعك هي الإعلانات. من غير إعلانات هتضطر إن أنت تعتمد على المحتوى المجاني والتسويق المجاني بشكل كامل. طبعا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، اتفرج تعال. المشكلة بقى إيه؟ إن أغلب الناس بتبدأ إعلانات بطريقة غلط ومستنيين نتائج مش غلط ويحققوا مبيعات. طب ده يرضيك؟ ما قبل أي حاجة لازم نعرف الأساسيات اللي ناخدها في الحسبان عشان ما نتحطش في الموقف ده ويبقى فعلا اللي نصرفه يجي لنا أضعافه، لأن ده ما احنا بنشتغل عشان كده. أول حاجة نبدأ بيها وهي هنستخدم أنهي منصة للإعلانات؟ هل هنستخدم فيسبوك ولا انستجرام ولا تيك توك ولا سناب شات ولا هنعمل جوجل ادز؟ طبعا دي ليها علاقه بالفئه المستهدفه ان احنا عاملين تارجت ليهم. طبعا لو انت معانا من اول حلقه فانت ان شاء الله فاهم اكيد فاهم، يعني ما ينفعش ما تكونش فاهم، انا اسف يعني. المهم دلوقتي لو هنستهدف مواطنين في الامارات هنلاقي ان اغلب المنصات استخداما سناب شات، انستجرام، يجي وراهم تيك توك، بعديهم طبعا نادرا فيسبوك اللي ما كانش اصلا حدش بيستخدمه عامه. فبالتالي عندنا 3 منصات: سناب شات، انستجرام، تيك توك. طب الفئة بتاعتي هل هم بيهتموا باللاكشري والفاشن، ولا حاجات ترند موجودة على التيك توك، ولا حاجات غالية على سناب، ولا ورقة وقلم بتكمل تحدد الفئة بتاعتك وموجودة فين وبتعمل ايه وبتسوي ايه. خلاص اخترت المنصة، عرفنا الفئة، وننقل على النقطة التانية. دلوقتي بعد ما حددنا كل الكلام ده لازم نمشي باستراتيجية محطوطة، مش اعمل اعلان وشكرا. دلوقتي بقى ايه الاستراتيجية اللي احنا هنمشي بيها؟ اول حاجة، اول اعلان ليك ابدأ ب5 ل10 دولار، بلاش تزود عن كده في الاول. عايز تزود الميزانية معاك تسمح as you like، انا بديك الافضل للبداية. طبعا دي ليها اسباب كتير، سبب منهم ان لو اي منصة لقطت بس ان انت بتصرف هتصرف. تاني حاجة وهي استخدم فيديوهات قصيرة. طبعا الفيديوهات المحتوى بتاعها من الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا فيها، فانت لو مش متابع معايا من الاول وداخل تبدأ في الدروب شيبينج فلا، ابدأ من الاول، هتمشي خطوة بخطوة لحد ما تيجي هنا وان شاء الله هتكون يا رب تكون مبسوط. يعني ده بالنسبة لي، لو مبسوط قول لي في الكومنتات انك مبسوط، يعني حسسني برضو ان في حد مبسوط بدل ما كده يعني. طب لو عايز تستخدم فيديوهات طويلة، بص انت لو هتعمل اي جي سي او يو جي سي دول معناهم ايه؟ لو هتدفع فلوس لانفلونسر يقول له خد كده المنتج ده، طبعا هتطلب من الشركه ليه هو ياخد المنتج يصور له فيديو يبعته لك، شكرا بقى معاك فيديو تعمل عليه اعلان طويل بقى هيعمل، بس طول ما هو وشه معروف والناس بتثق فيه وبيشرح بطريقه كده كويسه فعادي طول ما يطول. ويو جي سي لو حد من صحابك جبت او انت عادي او انت برضو، لان انا بتكلم ومذكر كتير اعذروني برضه، هتصور المنتج بطريقه شيك وتتكلم وتشرح وتعمل وتستخدم كل اللي اتكلمنا فيه قبل كده، هيطلع لك كده حاجه محترمه تقدر تعمل عليها اعلان وتجيب معاك. بعد كده بقى يفضل تبدا ب3 فيديوهات، كل فيديو بستايل مختلف. بمعنى ان في فيديو مثلا ريفيو، في فيديو يو جي سي ولا اي جي سي، فيديو عادي بيتكلم فيه. جرب على ال3، شوف ايه افضل ستايل او ايه افضل شكل بيجيب معاك. بعد كده هتاخده تحطه في حملة لوحده وتضاعف الميزانية وشكرا. وامشي دايما بمبدأ طالما شغالة ما تلعبش فيها. لو في حملة شغالة الله يبارك لك، بلاش تعدل عليها او تزود او تعمل اي حاجة فيها. لو في اي حملة شغالة سيبها شغالة. طب ليه اسيبها شغالة؟ طب ما انا ممكن ازودها وتعلى. بص في الاغلب لا. ليه؟ لان الالجوريزم هيلقط ان في تعديل حصل في الحملة دي، فاللي هيحصل هيدخلها من الاول. فطالما دخلت من الاول فالنتائج اللي كانت مستقره هتبدا بقى الله اعلم هل هتستقر تاني ولا بارك الله فيما رزق. فبالله عليك طالما شغاله ما تلعبش فيه. طب يا عم الحمد لله عملنا كل الكلام ده. في الوقت الحالي بعد ما عملنا بقى كل الكلام ده هنيجي لنقطه التحليل. التحليل دي بقى محتاج كوبايه شاي وقعده ونتفرج بقى نشوف الارقام بتقول ايه، لان الاعلانات ليها علاقه بالارقام. انت بتشوف ايه الارقام بتاعتك والمشكله الرقم ده قليل، طب بسبب ايه؟ ده السي تي ار مش كويس، الفيديو بتاعي فيه مشكله، طب في حاجه هنا، طب في حاجه هنا، فهم بيكملوا بعض. الحمد لله الحمد لله حتى الان احنا ماشيين كويس.
فنتجنب اخطاء اوعى نقع فيها. اول خطأ معانا هو جمهور عام. الكونتنت بتاعك اللي هتعمل عليه اعلان تحاول على قد ما تقدر انه يكون بيخاطب الفئه اللي انت عايزها. ليه؟ ده هيسهل على الالجوريزم انه يبين الاعلان بتاعك للفئه بتاعته، لان الالجوريزم دلوقتي بالاي اي بيقدر يقرا التفاصيل، بيقدر ان هو يظهر الاعلان بتاعك في الاول على فئه عشوائيه. فطول ما انت الاعلان بتاعك مستهدف لفئه معينه، فالفئه العشوائيه دولت ايه اللي هيحصل؟ الله ينور عليك، هيروح للفئه دي. في تركايه كده ما بتطلعش غير للغاليين والله. لو الاعلان بتاعك على مقاس ريل وهتستخدم منصه انستجرام، اعمل كامبين، حمله خاصه تحط فيها بليسمنت اللي هي المواضع كده. طبعا انا سايب لكم فيديو في الديسكريبشن بشرح فيه كل حاجه خاصه بالفيسبوك والانستجرام ادز، ما ينفعش ما تشوفوش، عيب. هتختار الريلز والستوريز وشكرا وادعي لي الله يبارك لك، احنا في شهر مفترج يعني. وطبعا في النهايه الاعلانات جزء لا يتجزأ من شغلك، لان دي اهم حاجه لازم تهتم بيها، لان دي اللي هتجيب لك العملاء، ده اللي بيظهر شغلك كله للعملاء. فانت لو شغلك كويس وظهر للناس الصح بشكل كويس خلاص. وفي النهايه لو عندك استفسار تقدر تسيبه في كومنت، تقدر تتواصل معايا على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وطبعا كيب